أهلا بكم متابعي قناة فيلم في البلكونة. جندي من قوات الاحتلال الألمانية بيقع في حب مراهقة كفيفة من أعضاء المقاومة وبيخون وطنه علشان يحميها. بيبدأ المسلسل في سان مالو في فرنسا سنة 1944 وقت ما كانت تحت الاحتلال الألماني، وبنشوف بنت اسمها ماري وهي قاعدة بتقرأ كتاب لأستاذ فرنسي مشهور في الإذاعة. على الرغم من اللي بيحصل لكنها بتكون بتحاول تطمن نفسها بالقراءة، وبنعرف إنها كفيفة. وفي مكان تاني بنشوف واحد من الجنود الألمان اسمه فيرنر وهو قاعد بيسمع لقراءتها، وبيقول لصاحبه إنها أكيد موجودة في مكان قريب منهم وبيكون نفسه يشوفها، وده لأنه على طول بيسمعها وكانت بتونسه في وحدته. ده غير إنها دايما بتقول نفس كلام العالم اللي هو بيتابعه من صغره. لكن للأسف ساعتها بيوصل الدعم الأمريكي وبيضربوا المكان الموجود فيه هو وصاحبه، وبعدها بيرموا رسائل في المدينة وبيطلبوا من السكان إنهم يسيبوا المدينة علشان هيقصفوا الألمان فيها تاني يوم. لكن الألمان بيكونوا قافلين أبواب المدينة وما بيعرفش أي حد من المدنيين الفرنسيين إنهم يخرجوا. وبنشوف ضابط ألماني اسمه فرانكو وهو في بار فرنسي وبيطلب من صاحب البار يعرفه بمكان ماري لأنها معاه حاجة هو محتاجها، وبيهدده إنه قدامه 10 دقايق بس لو ما اعترفش بمكانها هيخلص عليه. وفعلا بينفذ كلامه لما بيرفض صاحب البار يعترف بمكانها. وبنرجع لفيرنر وبنعرف إنه لسه عايش لكن صاحبه هو اللي مات. وبتكون ماري وقتها بتفتكر ذكرياتها مع والدها وقت ما كانت طفلة، وهو بيحفظها شوارع المدينة علشان لما تخرج لوحدها تعرف ترجع. وبنعرف إن والدها وعمها في الوقت الحالي مختفيين وما تعرفش عنهم أي حاجة. وبتفتكر لما والدها أخدها زمان للمتحف اللي بيشتغل فيه بمناسبة عيد ميلادها وخلاها لمست عدد كبير من الألماس والأحجار الكريمة ما عدا حجر واحد بس اسمه بحر اللهب، وده لأن المتحف مانع لمسه بسبب إن في أساطير بتقول إنه حجر ملعون وكل واحد بيلمسه حد من الأشخاص اللي بيحبهم بيتأذي. وبتقول الأسطورة كمان إن اللي بيمتلك الحجر ده ما بيموتش. وفي الوقت الحالي بنشوف ماري وهي خارجة من البيت علشان تدور على أكل، وأول ما بتوصل للمحل بيديها صاحب المحل الأكل من غير فلوس. وبيوصل وقتها عمها أتيان للمكان، وبنعرف إن الكتاب اللي هي بتقراه كل يوم في الإذاعة مش مجرد كتاب عادي، وإنها شفرات عن طريقها بتوصل رسائل من عمها للبريطانيين والأمريكيين علشان يبلغوهم بكل حاجة تخص الألمان. وبيكون فيرنر وقتها بيدور في الشوارع على سلك علشان يصلح بيه جهاز الإرسال بتاعه، وبعد ما بيلاقي واحد بيرجع لمكان الوحدة بتاعته وبيبدأ يصلحها وهو بيفتكر ذكرياته في الطفولة لما كان عايش في دار أيتام في ألمانيا. ووقتها دولته كانت حاظرة سماعهم لأي بث باستثناء البث الوطني، وكانت عقوبة المخالفة ده الإعدام، لكنه ما كانش بيهتم بده وكان بيسمع كل يوم وفي السر بس الأستاذ بيتكلم فيه عن الإنسانية والرحمة والدعوة للسلام. وفي الوقت الحالي أول ما بتتكلم ماري من محطة الإذاعة وبيسمع صوتها بيفرح جدا وبيسمعها بانتباه شديد، وده لأنها بتقول نفس كلام أستاذه اللي كان بيسمعه دايما من طفولته. لكنه ساعتها بيوصل النقيب جان وبيعرفه على زميله شيميدت وبيقوله إنه هيفضل معاه في الوحدة بما إن باقي فريقه مات، وبيوضح له إنه كان الأول على دفعته 41 وعلشان كده ليه الحق إنه يمشي كلامه عليه. وبيسأله لو كان سمع أي حد في المدينة بيطلع في بث إذاعي لأن كلامهم ممكن يكون شفرات بيوصلوا بيها رسائل للأمريكان. وعلى الرغم من إنه عارف بخصوص ماري إلا إنه بينفي كلامه وبيأكد له إنه ما سمعش حد، وده لأنه عارف إنهم لو مسكوها هيعدموها. وبيروح الضابط فرانك وقتها لبيت واحدة من اللي بيبيعوا نفسهم للجنود مقابل الفلوس اسمها سيريا، وبيعرض عليها مبلغ كبير جدا علشان تعرفه بمكان ماري، وده لأن والدها وعمها متورطين في المقاومة. ولما بيلاقيها رافضة بيحط سلاحه قدامها كتهديد ليها في الوقت اللي بيكون شيميدت هيمسك فيرنر وهو بيسمع إذاعة ماري، لكنه بيفصل السلك بسرعة وبيحاول يبعده عن الراديو لحد ما ماري تخلص. وبيقوله إنه عارف بإنه مش من الدفعة 41 وده لأنه عارفهم كلهم واحد واحد، وبيعرفوا إنه فاهم إنه بيعمل كده علشان يكسب مكانه ويحترموه. وبيهددوا إنه لو ما سمعش كلامه هيبلغ النقيب بإنه كدب عليه، وبيقوله إن الأفضل يتعاملوا مع بعض بأسلوب كويس ويكونوا صحاب، وبيعرض عليه يشربوا مع بعض وبيعملوا كده فعلا. لكن شيميدت بعدها بيخرج سلاحه وبيهدده بيه وبيطلب منه يعترف هو كان بيسمع ايه، وفعلا بيعترف له فيرنر انه كان بيسمع بس اذاعي لبنت. وساعتها بيقرر شيميدت انه يقتله ويتتبع البنت عشان يقبض عليها والنقيب يعجب بشجاعته ويرقيه، لكن فيرنر بينقذ نفسه وبيقتله هو. وبنشوف ماري وهي في بحيرة كانت بتروحها دايما مع والدها، وساعتها بيوصل الضابط فرانك لمكانها وبيهددها بالسلاح
وبيطلب منها تعرفه بمكان حجر بحر اللهب اللي والدها أخده من متحف باريس وقت اندلاع الحرب. وعلى الرغم من إنها بترفض تعرفه وبتقوله إنها ما تعرفش، ما بيقتلهاش لأنه محتاج لها. ولما بتعرف إن والدها عايش بتحكي له إن من 4 سنين لما الغزو الألماني احتل باريس، والدها أخد كل المجوهرات من المتحف وحطهم في صندوق، وبعدها حطها في عربية لصديق قديم ليه، ومن وقتها وهما ما يعرفوش حاجة عنهم. لكنه بيرفض يصدقها وبيفضل يغرق فيها في البحيرة لحد ما بتقدر إنها تخبطه بطوبة وبتهرب منه بسرعة في نفس الوقت اللي بيتخلص فيرنر من جثة زميله وبيحرقها في النار. ولما بيوصل القائد للوحدة مرة تانية وبيسألوا عنه، بيقولوا إنه خرج من شوية ومرجعش، لكن بيكتشف القائد إنه بيكذب لما بيسمع ماري وهي بتتكلم في بث إذاعي، وبيفهم إنه قتل شيميدت لما عرف حقيقته، لكنه بيقرر ما يقتلوش وبيعرفوا إنهم هيدوروا على البنت دي لحد ما يلاقوها، وبعدها يخليه هو اللي يقتلها بنفسه. وبيفتكر فيرنر وقتها في بداية الحرب لما القائد سايدلر جاله لدار الأيتام وقال له إنه سمع عن ذكائه في تصليح أجهزة الإرسال والاستقبال، وأخده معاه للقصر بتاعه علشان يصلح جهاز الإرسال الخاص بزوجته. لكنه هناك اعترف له بإنه عارف بخصوص إنه بيسمع لبث إذاعي غير البث الوطني، وهدده بإنه لو ما قدرش يصلح الجهاز خلال نص ساعة هيقتله بتهمة مخالفة القوانين. وفعلا وقتها قدر يصلحه بكل سهولة وسط انبهار القائد وزوجته من ذكائه. وعلى الناحية التانية بتفتكر ماري ذكرياتها مع والدها لما هربوا من باريس وفضلوا يتمشوا أيام كتير علشان يهربوا من الألمان ويستخبوا في مدينة سان مالو، على الرغم من إنها كانت شايفة إن اللي بيعملوه غلط وإنهم المفروض ما يهربوش من أرضهم. وبعدها بكذا يوم بيرجع القائد سايدلر لدار الأيتام مرة تانية وبياخد فيرنر معاه وبيجبره على الانضمام للمعهد السياسي العلمي علشان يتدرب أكتر ويتعلم وتستفيد الدولة من ذكائه في الحرب. لكنه أول ما بيوصل للمعهد بيتعامل معاه المسؤول بشكل مهين، وبيطلب الجندي من طلاب فرقته إنهم يرحبوا بيه الترحيب المعتاد، وساعتها الطلاب كلهم بيجروا وراه في الغابة لحد ما بيمسكوه وبيضربوه بعنف بناء على الأوامر اللي أخدوها. وبيكونوا الجنود شايفين إنهم بكده هيشيلوا الرحمة من قلبه وهيصنعوا منه جندي حقيقي. وبنرجع للوقت الحالي وهو مع القائد جان في عربيته، وبيهددوا إنه لو ما قدرش يوصلهم لمكان ماري هيخلصوا على أخته الموجودة في دار الأيتام في ألمانيا، وعشان كده بيضطر إنه يتتبع إشارة البث وبيوصلهم لمكان بيتها. وساعتها القائد بيطلب منه يدخل يقتلها، لكنه ما بيقدرش يعمل كده وبيقتله هو في نفس الوقت اللي بيوصل فيه عم ماري وبيخلص على باقي الجنود ما عدا فيرنر، وده لأنه شافه هو بيقتل القائد. وبعد ما بيطمن ماري إنها دلوقتي في أمان بيطلب منها تقرأ الفصل الثالث من الكتاب في البث علشان توصل الرسالة للأمريكان، وبيتخلص من جثث الجنود بمساعدة فيرنر، وبيقرر إنه ياخده معاه للمكان السري بتاعه علشان يعرف منه سبب مساعدته لبنت أخوه في الوقت اللي بتقعد فيه ماري على الأرض وهي منهارة، وبتفتكر من 4 سنين لما قدرت أخيرا هي ووالدها إنهم يوصلوا لسان مالو، وهناك استقبلتهم عمتها بحب وكانت بتتعامل معاها بأسلوب كويس كأنها بنتها، على الرغم من إنهم أول مرة يتقابلوا. وساعتها عمتها بدأت تتكلم معاه عن عمها إتيان والحروب اللي دخل فيها واللي بسببها دخل في حالة من الاكتئاب لدرجة إنه فضل لمدة 20 سنة في البيت ما بيخرجش، وكان منعزل دايما في أوضته بين الكتب والقراءة. وفي الوقت ده لما نزل عمها علشان يرحب بيها اكتشف من صوته إنه يبقى نفس الأستاذ اللي هي بتحب تسمع البث بتاعه دايما، ونفس الشخص اللي كان فيرنر هو كمان بيجازف بحياته وبيخالف قوانين دولته علشان يسمعه. وفي الوقت الحالي بيوصل فيرنر مع عمها للمكان السري، ولما بيسألوا عن سبب إنقاذه ليها بيقولوا إنه عمل كده لأنه بيحب يسمع الإذاعة، وبيحكي له إنه بسبب حبه ليها حياته اتدمرت وهو لسه طفل، وده لأن الجنود بعد ما كشفوا سماعه ليها أجبروه على الانضمام للمعهد الوطني واللي كان بيعاني فيه من كل حاجة، وهناك فضلوا يدربوه وفي النهاية بعتوه مع قوات الاحتلال غصب عنه. وفي مكان تاني بنشوف الضابط فرانك مع سيريا وبيشرح لها إنه عايز يوصل لمكان حجر بحر اللهب لأنه مريض وقرب يموت، وسمع إن اللي بيمتلك الحجر ده بيفضل خالد وما بيموتش. وبيفتكر من 4 سنين لما وصل للمتحف علشان ياخده لكنه ملاقيش وقتها أي مجوهرات، ولما هدد صاحب والد ماري بأولاده قال له إنه ما يعرفش حاجة عن الحجر لكن عارف بمكان المجوهرات التانية، وقال لهم على مكانها. وعلى الرغم من إنه ساعده إلا إنه خلص على عيلته كلها من غير رحمة. وعلى الناحية التانية بتفتكر ماري وقت ما كان عمها بيفرجها على المذياع بتاعه، وساعتها هي واجهته بحقيقة إنه يبقى نفس الأستاذ اللي هي بتسمع له، وكان رافض في البداية يعترف بده لحد ما ضغطت عليه بالكلام واعترف لها إنه هو فعلا، لكنه مش عايز حد يعرف حاجة بخصوص ده،
ولأن هي ووالدها كانوا يعتبروا هيقيموا في المدينة بشكل رسمي، والدها بدأ يقيس كل شوارع المدينة بالخطوات علشان يبني نموذج للمدينة يساعد بيه بنته في إنها تحفظ الأماكن. لكن وقتها الناس افتكروا إنه بيعمل كده علشان يدي المعلومات دي للأمريكان اللي هيساعدوهم في مقاومة الاحتلال، وبسبب الإشاعات اللي انتشرت عنه في جنود من الألمان راحوا يحققوا معاه في البيت، ولما اعترف لهم إنها إشاعات وشرح لهم الدافع ورا اللي بيعمله سابوه بعد ما تأكدوا إنه بنته فعلا كفيفة. وساعتها أخوه اعترف له بأنه بيقود حملة مقاومة لمواجهة الاحتلال، وإنه بيعمل اجتماعات مع باقي أعضاء المقاومة في البيت وبيبلغهم بالمعلومات اللي المفروض الأمريكان تعرفها، وهم بيوصلوها. وبيكتشف والد ماري بعدها إن أعضاء الاجتماع كلهم يبقوا سيدات، وده علشان محدش يشك فيهم، وعلشان كده بيعترف لهم هو كمان بتهريبه لمجوهرات المتحف، وإنه زور اسم جديد لأن اسمه الحقيقي أكيد الجنود في باريس عرفوه وزمانهم دلوقتي بيدوروا عليه. وبيعرفهم إن الجنود مش عايزينه هو، لكنهم عايزين حجر بحر اللهب اللي معاه. وبيعرفهم إنه هيسافر تاني يوم لباريس، وإن أعضاء المقاومة هناك هيساعدوه، هيصوروه هو موجود هناك، وبعدها ياخدوه للحدود وهيصوروه هناك، وهينشروا خبر عنه بأن تم تهريبه هو وبنته عن طريق الحدود، وبكده محدش منهم هيدور عليه وبنته هتكون في أمان. وفي نفس اليوم بالليل بنشوفه هو بيحط حجر بحر اللهب في قلب قطعة خشب من النموذج اللي عمله لبنته، وبيودعها تاني يوم وهي منهارة وبيمشي، وبتكون عايزاه يسيب الحجر للألمان ويعيشوا في هدوء مع بعض، لكنه بيرفض وبيقول لها إن ده تاريخ بلدهم وما ينفعش يتنازلوا عنه للعدو. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف فيرنر وهو بيتكلم مع أتيان، وبيقول إنه متأكد من إن هو نفس الأستاذ اللي كان بيضحي بعمره علشان يسمع البث بتاعه. وفي الوقت ده بيوصل باقي أعضاء المقاومة للمكان وبيكونوا عايزين يخلصوا على فيرنر، ولما بيحاول إتيان يمنعهم بيهددوه بأنهم هيخلصوا عليه هو كمان، لكن وقتها بيحصل قصف في المكان وبيموتوا كلهم ما عدا فيرنر. وإتيان بيكون متصاب بإصابة خطيرة وبيفتكر ساعتها ذكرياته من 4 شهور لما عرف بأن أمريكا ولندن هيتدخلوا علشان يقدموا لهم المساعدات ويحرروهم من الاحتلال. ووقتها قرر إنه يخرج من البيت لأول مرة من 20 سنة علشان يراقب الأوضاع ويمد الأمريكان بمعلومات عن جنود الاحتلال. وكانت ماري وقتها بتساعده وبتروح معاه في كل مكان علشان تبعده عن أنظار الجنود الألمان. لكنهم في يوم وهم راجعين للبيت شافوا دخان كتير خارج من المطبخ، ولما دخلوا كانت عمة ماري ميتة على الأرض، وده لأنها كانت مريضة قلب لكنها ما كانتش معرفة حد. وفي الوقت الحالي بيطلب إتيان من فيرنر علشان يعرف منها مكان الحجر، لكنها بتقفل على نفسها كويس في الأوضة. ولما بيفشل في إنه يفتح الباب بيحكي لها إن والدها أول ما وصل لباريس علشان ينفذ خطته هو قبض عليه، لكنه كان عنيد ورفض يعرفه بمكان الحجر على الرغم من إنه استخدم كل طرق التعذيب معاه لمدة 3 ساعات، وعلشان كده في النهاية اضطر يقتله. ودلوقتي هيقتلها هي كمان لو ما خدش الحجر، وبيحط قنبلة على الباب وبيفجره علشان يدخلها في نفس الوقت اللي بيوصل فيه فيرنر، وبيطمنها إن عمها هو اللي بعته. ولما بيعرف فرانك إنه ألماني لكن خان لوطنه بينزل علشان يقتله، وساعتها بيهجم فيرنر عليه وبيخبطوا في الترابيزة الموجودة عليها النموذج، وبيتصدم فرانك أول ما بيشوف الحجر وبيتشجع أكتر وبيهجم هو كمان على فيرنر، وبيكون لسه هيقتله بتوصل ماري وبتخلص عليه بمسدس عمها. ولما بيحاول فيرنر يلمس ألماسة بتمنعه وبتقوله إنها لعنة لكل حد بيلمسها، وبتطلب منه يسيبها على الأرض. ولما بتعرف منه موت عمها بتاخده معاها لأوضة المذياع بتاعه وبتخليه يتواصل مع أخته عن طريقه، وبيطمنها إنه كويس وهيرجع لها في أسرع وقت. وبيعترف لماري بحبه ليها من قبل ما يعرف هي مين. ولما بيعرف إن الأمريكان دخلوا المدينة وحرروها بيقرر إنه يسلم نفسه علشان يرجع لوطنه مرة تانية، وبيوعدها إن الحرب أول ما هتنتهي هيرجع لها مرة تانية، وبيودعها وبيمشي. وساعتها بتقرر إنها تتخلص من الحجر اللي قلب حياتها، وبتمسكه بقطعة قماش وبتخرج بيه وسط احتفالات شعبها بالانتصار وبتروح ترميه في النهر. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.